السلام عليكم. درت ديال اليوم لي بالمي ولي باغيت مرقين بالسكر كما كتشوفوا راهم كيجيو ولدات خفيفين وكيجيو مرقين من الداخل. كنوعدكم ان راه بات فويتي ما تبقاش تخلعكم مازال. راه بالنسبه لبات فويتي هنا كندوبو 50 غرام ديال الزبده، كنخليوها حتى كتبرد بشويه عليها، وكنديرو 10 غرام د الملحه على 500 غرام ديال الفرص، 50 غرام زبده اللي كتكون بردت، و250 غرام ديال الماء. انا غير كنجمعوا العجينه، يعني ما كنعجنوهاش، كنديروها في واحد البابي فيلم وكنديروها في الثلاجه ساعه المكان. انا عندي 250 غرام ديال المارغرين، كنطوي عليها ديك البابي كويسون بحال شبريه وكنعطيها شكل ديال مستطيل بهاد التقنيه هادي. كنديروها ساهيه واحد نص ساعه في الثلاجه، كنخرجوا من بعد ساعه المكانه من الثلاجه ديك لاباط ديالنا كنعطيوها الشكل ديال المستطيل، وكنحطوا ديك لا مارغرين ديالنا الوسط وكنشدوا عليها بالعجينه ديالنا. هنا كنعطيوها تور دوبل الاول، تور دوبل واحد وكنلاقيوهم هنا في الوسط، كنطلع الاولى على الثانيه. كتكون ديك الفسيحه ديما في اليسار قبل ما كنسرحو وكنعطيو تور سامبل الاول. نكونوا وصلنا 3 ديال لي تور، دونك كنديروها في الثلاجه ساعه المكانه قبل ما غادي نعطيو تور دوبل الثاني. غادي نكون وصلنا ل5 ديال لي تور، وغادي نديرو من بعد تور سامبل الثاني باش نكون وصلنا ل6 ديال لي تور. دونك العجينه المرقه كيكون فيها 6 لي تور قبل ما كنديروها في الثلاجه ساعه المكانه. كنقسموها على جوج، وهنا نديرو النص الاول لي باغيت مرقين ولا لي طوغسات فويتي، يعني بالسكر. فاطمه كنديرو الفرش كنديرو السكر باش كتولي لاباط حلوه. انا كنقطعو سميطات، دونك كنكون عطيت واحد السمك ديال مليمتر واحد. هنا كنقطعو سميطات صغيورين وكنلصقو الاولى مع الثانيه غير بديك السكر اللي كنكونوا درنا، راه كيكون التقلمه ديالو، بالتالي راه يعني كيلصق لنا الاولى مع الثانيه. هنا غادي نحاولوا بهذا الشكل هذا نلويو، يعني كنقبطوها بجوج ديال اليدين من القناص الفوقاني ومن التحتاني. من الاول كنطويو يعني من واحد الجهه، ومن الثاني كنطويو من جهه اللي كتكون منعكسه، يعني من هاد الجهه راني كنطوي من هاد الجهه، ومن ديك الجهه كنطوي من الجهه اللي كتكون منعكسه كما كتشوفوا، باش تعطيني هاد الشكل هذا. قبل ما كنديروه في الكونجيلاتور على الاقل واحد نص ساعه المكانه قبل ما كنطيبوه على 190 درجه حتى كيتحمر مزيان. ما نقدرش نقول لكم الوقت فاش كيتحمر، يعني كتخرجوا دونك على 190 درجه الفوق والتحت. النص الثاني هنا كنكون حتى هو عطيتو سمك ديال مليمتر واحد، كنديرو فيه السكر يعني بزايد. هنا كنطوي الطويه الاولى، كنطوي الطويه الثانيه كما كتشوفوا، حيت راه البالمي خصو يعني شويه ديال الوقت. هنا كنجي نطوي الطويه الثانيه من الجهه الاولى، كنطوي الطويه الثانيه من الجهه الثانيه حتى هي كما كتشوفوا. ساعه راني كنضيف شويه ديال السكر باش كيجي حلو، يعني باش كيجي الليد وباش كيجي مقرمش. كنطوي ديك الاولى على الثانيه بحال هكا، وكندوز عليهم بطبيعه الحال المدلك باش كيلصقوا مزيان وباش ما كيتحلولياش يعني في الفران. هنا على كل سنتيمتر اني كنقطع واحد كيجي على هذا الشكل هذا. قبل ما كنديرهم في واحد الطاوه نصفوهم، كنبعدهم شويه وكنديرهم في الكونجيلاتور حتى هما قبل ما كنطيبوهم على 190 درجه. ما نقدرش نقول لكم الوقت حتى هو حتى كيتحمروا عاد كتخرجوهم. هنا بعد 10 دقائق ديال الطياب كنقلبوهم بحال هكا وكنديرهم عاوتاني باش كيطيبوا حتى كيتحمروا. يعني نقدر نقول لكم ثلث ساعه نص ساعه على حسب يعني الفران ديالكم فاش كيتحمروا كياخذوا اللون اللي نتوما بغيتيو. صافي كتطفيو عليهم، كتكونوا حصلتيو على كما كتشوفوا دي بالمي كيجيو خفيفين، يجيو ولدات، وكنوعدكم انكم ما تنجحوهم ان شاء الله من اول مره. كيبقى لي غير نطلب منكم لايك، التعليق والاشتراك باش يوصلكم الجديد. شكرا.